السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا واقعا سعيد جدا اليوم بلقاء أبو علي السلطان وأبو حسين السلطان. يعني احنا صار بيننا أحاديث طويلة فيما يتعلق بأنواع النباتات واختلافها والسام منها وغير السام. طبعا الأمر اللي جاي أكد عليه اليوم، أنا ما قاعد أتحدث مع أشخاص ما لهم علاقة بالزرع وبالأرض وبالمشاتل، ما شاء الله تبارك الله. أبو حسين وأبو علي يعني باعهم طويل في هذا المجال. أنا اللي بغيت أسأله أبو علي اليوم، يعني يمكن بس مدخلية سريعة، لما جينا نتحدث عن الدفلة الناس لحد اليوم تقول لك لا والله هذه الدفلة موجودة عندنا من سنين طويلة جدا ولا حد تعرض إلى أي سمية. يعني كلام الناس لما يقول لك موجودة عندنا وما حد تعرض إلى هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام هذا صحيح، بس بما أن الناس ما كانت إليها شغل في الشجر نهائي كأدوية كحاجة علاجية. بس هل هذا يلغي سميتها؟ لا، ما يلغي سميتها. الشجرة سامة، بس ما كان احنا من قديم، يعني قبل 40-50 سنة الشجرة موجودة. 40 سنة أنا فهمت إليها الشجرة موجودة، بس ما لنا شغل إن احنا ناكل منها، نطلع شجرة كمنظر فقط. أما إن نجي ناكل منها، والدليل احنا كنا من الناس اللي نسرح بالأغنام، ما تجي تاكل الأشجار السامة نهائي. تجي تجلس تحتها أوكي، بس إن تاكل من ورقها أو من شيء أي شجر سام، إن سواء كان في مزارع أو كنا في بر مسرح. أبو حسين كنا من شوي نتكلم ونقول إن شجرة الدفلة حتى بعض كبار السن يسموها بالورد الجوري. نعم. ويمكن الورد الجوري الحقيقي ما كان موجود في المنطقة. نعم. صح لو لا؟ نعم. هذه كانت تقطف وتحط تزين بها مناطق كثيرة في زفة القاسم. بس تعقيبا على كلام أخوي اللي قال إنه أول ما فيه الصفات المجهولة، الحين في الواتساب أو في الإعلام صفات إلى نباتات مجهولة. نعم. فهنا المشكلة اللي بتوقع الحين، إن في واحد يجي يقول والله الشجرة هذه وما يعرفها علميا، ويخلط مع الشجرة هذه مع الشجرة هذه ويفيد مرض السكر، يفيد مرض السرطان، يفيد. أنت تكلمت لما تكلمت لي عن النبتة اللي ورقتها عريضة تقريبا موجودة في الصحراء ولا ثمرة كده، أنا شفتها في مقطع موجود إن فيلبيني يحطوها تحت الرجل. أيوة، بس عليها الدلاغ. أيوة، وهذه السامة بس للتأكيد حتى الكل يلتفت إلى هذا الموضوع. شفت، هذه هي مشكلة، هذه هي المشكلة اللي احنا واقعين فيها اليوم، واللي بتزيد فيها الناس، واللي ما في توعية عليها. لو في توعية على مثلا من البلدية، من حتى لو تزرع البلدية تزرعها بس مناطق بعيدة عن الأطفال. طيب الطفل لو جاء وقطف ورقة وأكله وش مدري. أحسنت. وهذه تجيب مثلا، مو ضروري إنه يموت، مو ضروري، ممكن هذه السمية يسبب أي أمراض. صحيح. حساسيات الأطفال، الالتهابات، يعني ممكن هذه. اللي يأكد عليه أبو حسين كلام في غاية الأهمية. الكثير من الناس للأسف الشديد تعتقد أن السمية هي فقط أنك أنت تدخل إلى العناية المركزة أو أنك أنت تموت. لا بالعكس، السمية تتدرج. وزي ما قلنا من قبل أبو حسين، أن لما نتكلم كمثال فقط توضيحي عن نبتة الدفلة اللي في منها 300 نوع، سميتها تتدرج. مثلا لسميناه بالتفيتا أو كازابيلا تفيتا أو التفيتا بيروفيانا، وهي طبعا من أشجار الدفلة. هي سموها أيضا بالدفلة الصفراء، هذه سميتها جدا عالية، هذه اللي تنمو عليها ثمار. في الدفلة الحمراء أو اللي يسموها بالأوريوم أوليندر، هذه حمراء ولكن ما عليها ثمار، سميتها أقل. قد تكون السمية بعض الأوقات في شكل احمرار، التهاب في الجيوب الأنفية، قد تسبب له مغص، دوار. قبل يومين أبو علي وصلني له من أحد الأخوة يوضح لي، يقول لي أنا لما كنت أشمها وأنا صغير أشعر بلوعة ودوخة. البعض لا جاي يأكد يقول لك لا أنتونا تضخموا الموضوع. أنا طبعا اللي لفت انتباهي في المنطقة عندنا، خصوصا في منطقة الناصرة، لما جيت أتكلم عن موضوع الدفلة كنت ألاقي بعض الأطفال يقطفوها يبغى يودوها المدرسة إلى المدرسات لأن عندهم مناسبة وهم مو ملتفتين. الناس تعتقد يقول لك إن كون إنه ما صار فيه شيء إذن هي ما هي سامة. وأنت قلت كلمة جدا لطيفة أبو حسين لما كنا نتكلم من قبل،
إن الشجرة اللي تبتعد عنها الحيوانات لازم نعم. تحط عليها علامة استفهام، وتلاحظ أن هذا الموضوع موجود عند أهل البادية. نعم. أهل البادية البدو تلاقيه المؤشر بالنسبة إلى لما ياخذ الأغنام ويمشي بها في البادية، يشوف وين اللي هو الغنم والجمال اللي تبتعد عنه، تلاقيه دائما هو حذر منه. طبعا للتأكيد لفت له الانتباه أبو حسين إلى نقطة في غاية الأهمية، الأوراق اللي طلعت قبل فترة، وتلاحظ أن بعض الناس جاية طبعا من قبل بعض الجاليات اللي موجودة عندنا في المنطقة، مثل اللي هو بعض الفلبينيين هنود، يقول لك تحطها تحت الدلاغ وهذا علاج إلى السكر وتخليها يوم أو يومين. طبعا السائل الأبيض هذا اللي يطلع منها هذا سائل سام، وإحنا لازم نلتفت إلى هذا الموضوع. وللأسف الشديد طبعا أيضا معانا في التصوير أبو رمزي، وإحنا اليوم في مناسبة جدا جميلة. أنا أعتقد أن الهدف من اللقاء إن ما نبغى بس نتحدث فقط كمتخصصين. اليوم معاي له أشخاص من أبناء المنطقة يعني إليهم باع طويل في الزراعة والأشجار، يعني هم عارفين بالضبط من خلال خبرتهم عن طبيعة هذه الأشجار اللي جايين نتكلم عنها، وهل هي سامة لو لا. لهذا لما يجي أحد ويقول إن الدفلة ما هي سامة وموجودة عندنا من زمان، أو يحاول يربطها بالورد الجوري، اللي هو الورد الجوري حاجة ثانية، هذا اللي يسموه بالروز دمسين أو الروز الدمشقي أو الورد الدمشقي، هذا موضوع ثاني. وفي يوم من الأيام هذا ما كان موجود عندنا في المنطقة، صح ولا أبو علي؟ ما كان موجود، ولهذا الناس خلطت ما بين الورد الجوري والدفلة وسموا له الدفلة بالورد الجوري. وش اللي عندك من إضافة أبو علي على هذا الموضوع أيضا؟ دائما أتمنى يعني من الجميع أي واتساب يجي أي شيء يجي ما ياخذ به. والمشكلة أن أنا لما أجلس في المحل أحيانا يجي واحد ويقول لك والله أنا قريت من دكتور، هذا الدكتور أنا ما يتهيأ لي أنه مهم أن الناس تستفيد، مهيئ لي أكبر كمية مشاهدين فقط يشوفوه للأسف الشديد. فهذه مشكلة كبيرة، يبيع ذمته ويبيع الأوادم اللي تتضرر علشان أنه يحصل له بس إعلان فقط. بالعكس يعني أغلب الشجر في أجسام، بس إنما الناس بعد هي ما توتعي للإعلان اللي يشوفه أن قال الشجرة هذه تنفع إلى الشغلة الفلانية، يروح يستخدمها بدون ما يستشير، بدون ما يلاحظ أي شيء. بس الناس كانت من الأول ما تدور على اللي هو أدوية شعبية، أدوية. الحين أي واحد يجي يقول له والله الشجرة هذه تنزل السكر، راح أكلها بدون اختبار بدون أي شيء. هذه الشجرة تطول الشعر، راح نفس الشيء، لأي شيء بدون فحص بدون حاجة. ففي أشجار واجد سامة، المفروض على كل إنسان أنه بيجي ياكل من شجرة أو شيء ياخذها ويوديها مستشفى، يفحص السمية اللي فيها، يفحص وش اللي فيها من حساسية. ففي أشجار تنأكل وفي أشجار تجيب حساسية للجلد بعد، مو بس الأكل. فالمفروض أنه أي واحد يقولوا له أن الدواء في هذه الشجرة لازم يفحص وشو مشاكله وش نسبة سميتها، ما يروح يجربها على طول فلان جرب، هذا ما يتحمل وهذا يتحمل. هذا متعود على أشياء، هذا مو متعود. قبل 30 سنة طلعت كتيب أرامكو إلى 10 أصناف من الأشجار السامة، اللي هي الدفلة والدفن باخية والدفيتية واللنتانة، وفيه شجيرات زي صغيرة. ما قال الدكتور انها تكون سميه، يعني القتل او الموت او حساسيات، قد تسبب لك حساسيه. ولو هي تنظم ما في مشكله في زراعتها ومحافظ عليها، بس تزرع بعيد مو من في مناطق بعيده عن الاطفال، وبعد هذه ما في مشكله. في اشجار داخليه، في نوع من انواع الفيكس موجوده. الحين لما ادي قبل 30 سنه الكتيب اللي طلعتها ارامكو، الحين لما تدخل على الاشجار السامه تلقاها يمكن 70% من الاشجار. بس انما الواحد لازم يعرف انا بحط في حديقتي وشو، وبحط وش اللي بستفيد منه. هو يجيك لا، اهم شيء اني انا ابغى شجره مقاومه للحراره، اهم شيء اني ابغى شجره ما تموت، اهم شيء بني ادم هو يموت. فالمفروض يكون توعيه دائما باستمرار، يعني من قبل وزاره الزراعه، من قبل اعلانيين، من قبل ارشاد. هذا ما عندنا.
عندنا تعال بس يدخل على اليوتيوب وياخذ ويسمع ويشوف الواتساب، تجي تقول له هذا غلط، لا هذا دكتور اللي قال له، هذا كذا اللي قال له، ويرسلوا احيانا يرسل ان هذا لا يقول للاسف. بس انما لازم الواحد، وفي منطقه يعني المناطق ترى كلها تختلف من منطقه لمنطقه، في ناس تاكل بس ورق الاشجار ما عندها مشكله. صحيح. انت ما تقدر تتحمل ده، ما تقدر، انت في اقل حاجه اقل سميه تاثر عليك. انا بس في الاخير يعني انا ابغى اقول ان هذا التصوير جاء يعني مصادفه. يعني العزيز ابو حسين وواقعا ابو علي، احنا انا كنت له مصر ان ابغى اقدم هذه الماده بزاويه ثانيه، يعني بزاويه اهل الخبره. احنا قلنا راينا ووضحنا المساله في هذا الموضوع، ولكن ايضا يعني الشباب ما شاء الله تبارك الله هم بعد يعني قدموا رؤيتهم، حتى لما احد يتكلم ويقول ان هناك مزارع قال كلام معاكس للكلام الحقيقي اللي جايين نأكد عليه من المنظور العلمي، ينتبه ان ترى هذا في غير محله ويمكن يسبب ضرر. وزي ما ذكرنا في البدايه، السميه لا تعني فقط الموت، قد تظهر فيما بعد على شكل اعراض يعني مختلفه، حساسيه، احمرار في الجلد، التهاب في الجيوب الانفيه، بدون ما يشعر الواحد وينسبه الى شيء ثاني وما يدري هذا بسبب النباتات السامة اللي موجودة. تبغى تبقيها ابقيها، ولكن اعرف انها سامة، او ازرعها في مكان بعيد. اذا جم قريبين منها الاطفال قد يصدر منها ضرر. على كل انا ابو علي سعيد بلقياك، ابو حسين شكرا جزيلا. ما تعليق بسيط، تفضل. اتمنى من وزارة الزراعة والبلدية ووزارة الصحة يتساعدوا بان النباتات لا يثنوها، يزرعوها في مناطق بعيدة ومناطق الاطفال تزرع اطفالنا. حافظ عليها، اللي يقدر يحافظ عليها هي وزارة الزراعة والوزارة الصحة بالتعاون مع بعض الخبراء في الشغل. احسنت شكرا جزيلا. شكرا سعدنا بلقائك ابو رمزي، ما قصرت. سعدنا بلقائك جدا. الله يسلمك. محمد، انا سعيد جدا بلقائكم، والله سعيد جدا. شكرا جزيلا. وانا اشكرك صراحه الحمد لله، هذه نعمه من نعم الله. هي الدنيا كذا، انت سفير الله في الارض، هو تسلم. الواحد اقل شيء يسوي احنا شيء، اللي قاعدين نسويه لله ثم لله يعني، وما على الرسول الا البلاغ المبين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني احنا ما عندنا غير ان احنا نبلغ الرساله احسنتم يعني بكل ضمير صادق، وهو يعني لوجه الله. جزاك الله ابو علي شكرا جزيلا. ابو حسين ما قصرتوا. ابو رمزي شكرا جزيلا. بالسلامه ان شاء الله، في امان الله.